BBC تقدم ذاكرة إذاعة، برنامج يعده ويقدمه فؤاد عبد الرازق. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من ذاكرة إذاعة، البرنامج الذي يطوف بكم في ثنايا ذاكرة القسم العربي بالBBC. هذا البرنامج هو منكم وإليكم إعدادا وتقديما، بمعنى أنه لو كانت لديكم أي رغبة في الاستماع إلى أي برنامج يعلق بأذهانكم أو أي صوت تربطكم به ذكرى معينة، أو كانت لديكم تسجيلات نادرة من الBBC، فاتصلوا بنا على بريد البرنامج الإلكتروني ذاكرة @bbc.co.uk، ذاكرة ZAKIRA، وكذلك على الفيسبوك ذاكرة إذاعة باللغة الإنجليزية أو العربية. في هذه الحلقة أول بث إذاعي من الBBC. قد اعتزمنا بعون الله أن نقدم لكم يوميا برنامجا قصيرا يحتوي على مقطوعات موسيقية وأحاديث شيقة بين الآونة والأخرى. وأول نشرة أخبار. هنا لندن، نذيع عليكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار المسائية. والعلامة حسن الكرمي وقوله على قول الشاعر: يا أحمد المرتجى في كل نائبة، قم سيدي نعص جبار السماوات. وأم كلثوم تخاطب شعبها: مواطني الأعزاء، سيداتي سادتي، هيأت لي محطة الإذاعة البريطانية بمناسبة وجودي في لندن فرصة التحدث إليكم. والمذيع العملاق ماجد سرحان. واليوم هو الأربعاء 19 من شهر رجب من عام 1415 للهجرة النبوية الشريفة، الموافق ل21 من شهر كانون الأول ديسمبر من عام 1994 للميلاد. ما رأيكم أن نبدأ الحلقة الأولى بأول إعلان عن أول بث إذاعي باللغة العربية عام 1938؟ قد اعتزمنا بعون الله أن نقدم لكم يوميا برنامجا قصيرا يحتوي على مقطوعات موسيقية وأحاديث شيقة بين الآونة والأخرى، يتبعها ملخص موجز لأخبار العالم اليومية. وسيبدأ البرنامج دائما في نفس الوقت، أي من 5:07 مساء بحساب توقيت غرينتش. أما الأخبار فستذاع باستمرار من 6:00 تماما إلى 6:15 مساء، مسبوقة بدقات ساعة بيج بن، وهي الساعة المشهورة الموجودة ببرج دار البرلمان الإنجليزي. وأخبار الBBC كانت في ذلك الحين المرجع والحجة، وكان لسان حال الجميع يقول: إذا قالت BBC فصدقوها، فالقول ما قالت الBBC أو إذاعة لندن، التي لم يكن الزعماء وأصحاب الرأي وأهل الحل والعقد بل والكثير من المستمعين ينامون قبل أن يستمعوا إلى دقات بيج بن الشهيرة. وما زلنا مع الأوائل ومع نشرة من أولى نشرات الBBC يقرأها كمال سرور، ونلاحظ أن أخبارها تتعلق بأخبار الحرب العالمية الثانية. هنا لندن، نذيع عليكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار المسائية. جاء في البلاغ الرسمي الصادر اليوم عن هيئة القيادة البريطانية العليا بالقاهرة أن إحدى الدوريات البريطانية قد تغلغلت في الجنوب الغربي خلف خطوط العدو، وحطمت عددا من سيارات نقله وأسرت بعض جنوده، ونشطت الطائرات البريطانية أيضا فألقت قنابلها على أهداف العدو.
ونعيش مع الذكريات ومع الأوائل ومع حديث للفنان الكبير يوسف وهبي في برنامج أعلام من الشرق والغرب الذي أذيع عام 1980 وكان من إخراج الإذاعي القدير نديم ناصر، وتقدم هنا الإذاعية الكبيرة مديحة رشيد المدفعي التي سيكون لنا معها لقاء في القادم من حلقات هذا البرنامج. وها هي تقدم الفنان يوسف وهبي. طفل وسيم في 7 يعود به الخادم عصرا من المدرسة إلى قصر والده المشرف على النيل في سوهاج. كان قصرا حكوميا يقطنه مفتش عموم الري في المنطقة. وأنا سائر في الطريق شاهدت مشهد عجيب. وجدت مجموعة من الناس بملابس غريبة وأشكال وهدوم مزركشة، وكنتش أعرف في ذلك الوقت أنها ملابس تاريخية. وإذا بصوت جهوري وهو المنادي يقول: الليلة تمثيل رواية كيد النساء، الليلة تشوفوا إزاي عطيل البطل المغربي هيشرب دم ديدمونة، الليلة الحضور عشان تشوفوا أبو سليم الإرداحي الفنان الشهير اللي أهداه الخديوي الخاتم الماتي. فالتفت وإذا برجل يركب حصان أبيض ولابس ملابس بيضاء وله جخن كبيرة وعمامة. فسألت إيه ده؟ قالوا ده تشخيص. هذه أول مرة في حياتي أسمع كلمة تشخيص، لأن التمثيل في الزمن القديم كان اسمه تشخيص. منذ تلك الليلة عشق الفتى يوسف وهبي التمثيل، ونام ليلة إذن يحلم بسليم القرداحي ويتمنى أن يصبح مثله. وإثر مشاهدته لرواية روميو وجوليت التي عرضتها فرقة أخرى زارت سوهاج، جمع أصدقائه وأراد أن يمثل الرواية. ولكن من أين يأتي بجوليت؟ عهد بالدور إلى فتى مليح الوجه. لمينا الفرقة وجبنا الشاب ده عشان يمثل، إلا أنه من سوء الحظ أبوه سمع الخبر فدخل علينا وإحنا بنتدرب ومعه عصاية خشب كبيرة وانهال على ابنه ضربا، وإحنا في حيرة كيف نستطيع أن نمثل الرواية وبطلتها غير موجودة. لكني فوجئت إنه في بنت لطيفة جدا وجميلة جدا وجريئة، فجابوها. وجدناها قادرة جدا على التمثيل، فمثلت معايا فعلا رواية روميو وجوليت. قول على قول، برنامج من معالم الBBC وصاحبه حسن الكرمي جابت أو طبقت شهرته الآفاق. وها هو يبدأ برنامجه بعبارته الشهيرة: سألني سائل من القائل وما المناسبة. وقد اخترت لحضراتكم اليوم سؤالا عن بيت من الشعر كاد يودي بحياة أبو نواس. سألني السيد صالح سعيد الصحافي من منطقة الباحة في المملكة السعودية، يقول: من القائل وما المناسبة؟ يا أحمد المرتجى في كل نائبة، قم سيدي نعص جبار السماوات. هذا البيت للشاعر العباسي المشهور الحسن بن هانئ المعروف بأبي نواس، من أبيات مذكورة في ديوانه، أولها: لا أستزيد حبيبي من مواتاتي وإن عنفت عليه في الشكايات. وفيها يقول: وداهري سما في فرع مكرمة، من معشر خلقوا في الجود غايات، ناديته
بعدما مال النجوم وقد صاح الدجاج ببشرى الصبح مرات، فقلت والليل يجلوه الصباح كما يجلو التبسم عن غر الثنيات. يا أحمد المرتجى في كل نائبة، كن سيدي نعص جبار السماوات. ولهذا البيت حكاية ذكرها صاحب الأغاني، فإنه لما وقع الخلاف بين الأمين والمأمون كان ذو الرئاستين وهو الفضل بن سهل يخطب بمساوئ الأمين ويذكر أشعار أبي نواس في الخمر والمجون، فبلغ ذلك الأمين فأحضر أبا نواس وأحضر الفقهاء، وكان من بين الحضور من يحسد أبا نواس على شعره، فقال له الأمين: ألست القائل يا أحمد المرتجى في كل نائبة كن سيدي نعص جبار السماوات؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين. قال: أنت كافر. ثم التفت إلى الفقهاء وقال: ما تقولون؟ قالوا: كفر يا أمير المؤمنين. فقال أبو نواس: يا أمير المؤمنين، إن كانوا قالوا هذا بعقولهم فما أنقصها، وإن كانوا قالوا بآرائهم فما أجهلهم. أيكون زنديقا من يقر بأن للسماوات جبارا؟ قال الأمين: لا والله لقد صدقت. وقيل إنه قال للأمين: اجمع كل زنديق في الأرض، فإن زعموا أن في السماء إلها واحدا فاضرب عنقي، وأنا الذي أقول: قد كنت خفتك ثم أمنني من أن أخافك خوفك الله. فعفى عنه الأمين. وكان أبو نواس يتهم بالزندقة، أي بالخروج على إجماع المسلمين في الإيمان بالله وحده، وكان عدد الزنادقة كثيرا، حتى إنه كان لهم سجن خاص، وكان لهم موظف كبير يبحث عنهم ويتعقبهم، وكان يعرف بصاحب الزنادقة. ونظرا لشهرة البرنامج وكثرة سؤالكم عنه، سأجعل منه فقرة ثابتة في برنامجكم ذاكرة إذاعة. أما الآن فقد حان موعدنا مع فقرة مذيع وذكريات، ويسعدني أن أستضيف اليوم زميل أفتيم قريطم الذي يذكر الكثيرون منا برامجه الرياضية الشهيرة، لكنه لم يقتصر في مشواره الإذاعي على الرياضة، بل قرأ الأخبار وقدم عددا من برامج المنوعات مثل لحن وحنين، وكان يعمل في أول مشواره مع إذاعة الشرق التي كانت تبث من قبرص. في عام 1963 جئت إلى هذه الديار وبدأت العمل مع البي بي سي. بدأت يعني في البداية من خارج البي بي سي، يعني متعاون، ولكن في 67 أصبحت موظفا في البي بي سي. ولكن عندي مع البي بي سي كمان ذكرياتي معها تعود إلى أيام عندما كنت أنا في جزيرة قبرص. ففي عام 1959 عين القسم العربي طلب مني أن أكون مراسلا للقسم العربي في جزيرة قبرص، وهنالك تم العمل كمراسل، ومنذ ذلك الحين إلى عام 2000 عملت مع البي بي سي. ما هل تحمل ذكريات معينة أفتيم لهذه الفترة التي عملت فيها مع البي بي سي؟ أذكر عندما كنت أتعاون مع الأخ المرحوم أكرم صالح، وفي رأيي كان من أبدع المذيعين في الفترة هذه التي أتكلم معك عنها، وخاصة في يوم من الأيام، أعتقد أن التاريخ كان 1967، وبعد فترة من ذلك الحين أنا كنت أعمل في الإذاعة على أساس مواصلة العمل يعني، وهنالك مذيع للأخبار، احنا كنا نتبادل الأخبار أو نقدم البرامج. ففي ذلك اليوم جاءني خبر سريع، طبعا في ذلك الوقت كما كان تلفون يشتعل بتشوف الضوء الأحمر بتروح حدتك واحد من قسم الأخبار
ويقول لك باللغة الإنجليزية مفاده خبرني خبر. وكان أكرم صالح يقرأ الأخبار، وكتبت له الكلمات فقرأ. وكان الخبر عن جمال عبد الناصر، المرحوم جمال عبد الناصر، كان مقدم استقالته، بعدين الجماهير خرجت إلى الشوارع وعاد. فأنهى النشر على النحو التالي والميكروفون مفتوح: الآن أيها المواطنون في شتى أرجاء العالم العربي، اسمحوا لي أن أهنئكم وأن أهنئ نفسي بعودة بطلنا الحبيب جمال عبد الناصر. أنا سمعت ذلك الصوت وفوجئت، وكان من طبيعي لي كموظف في البي بي سي أن أكتب في دفتر إنه أكرم صالح عمل كذا وكذا. ولكن مضت الأيام وأجت الأيام بعد 5-6 أشهر، وإذا في الناس يأتون من العالم العربي ويسألون عن أكرم صالح، فكنت أقابلهم أنا ويقولوا لي وين أكرم صالح؟ فتذكرت إنه يأتون إلى لندن حتى يأخذوا صور مع أكرم صالح. هذه ذكرى من طيب أفتيم، لماذا ارتبط اسمك بالرياضة؟ يعني حتى أذكر فيما أذكر علاقتي بك حتى كانت من خلال البرامج الرياضية. أنا أعطيك مثل. لما كنت في البي بي سي كنت أنا في عالم الظهيرة عالم المساء وأشترك كصوت في الرياضة، ولكن في الآخر تبين لي أن السياسة ما بتعطي نتيجة. قلت أتحول للرياضة، على الأقل في مباراة تنتهي المباراة ب1-0، هذه نتيجة. أفتيم، ذكرت لي أن لك قصة مع العملاق نقل المسرح العربي يوسف وهبي. صحيح أخ فؤاد، هذا الكلام يعود إلى عام 1963. أنا جئت إلى لندن، وفي ذلك الحين المرحوم أكرم صالح طلب مني أن أشترك في تمثيلية، وكان يشترك فيها طبعا كبار الممثلين من العالم العربي ويوسف وهبي على رأسهم. فكنت أداوم حوالي 8 أيام حتى أشترك في التمثيلية هذه. تعرف يا فؤاد شو سألوني؟ كنت أذهب كل يوم حتى أقول 3 جمل، يعني أو جملة واحدة تقول: من في الباب يا سيدي. وطبعا بدت الحكاية هذه حوالي 8 أيام كل يوم أحضر على الاستوديو حتى أقول من في الباب يا سيدي. وبعد ذلك المرحوم طيب صالح سألني بدي أحط اسمي على الهواء، فقلت له أفتيم. قال لي أخي أعطينا اسم عربي. قلت له خود سعيد. فمشيت سعيد لفترة من معينة، وبعدين عدت إلى أفتيم، وبدأ الناس يعرفوني بأفتيم. ونختتم برنامجنا بركن VIP أو شخصيات مهمة، وهي الشخصيات التي التقينا بها في برامجنا الإخبارية أو برامجنا الثقافية على مر السنين والأيام. وليسمح لي أعزائي المستمعين أن تكون شخصية ماجد سرحان الإذاعي القدير صوت البي بي سي المميز، الذي خصصت البي بي سي غرفة اجتماعات باسمه تكريما لهذا الصوت الذي طبقت شهرته الآفاق، وكان العلامة المميزة للبي بي سي إلى أن وفاته المنية عام 2001. 11 دقيقة بعد 4 صباحا بتوقيت غرينتش هنا في لندن. غروزني، استمرار القتال الضاري في جمهورية شيشان. غزة، المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية. المنامة، قمة الدول الخليجية. بلغراد، مهمة كارتر في البوسنة. لندن، أقوال الصحف. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن لندن القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية نواصل سيداتي وسادتي تقديم هذه الجولة الإخبارية، وهي الجولة الأولى في العالم صباح هذا اليوم. واليوم هو الأربعاء 19 من شهر رجب من عام 1415 للهجرة النبوية الشريفة، الموافق ل21 من شهر كانون الأول ديسمبر من عام 1994 للميلاد.
وما أجمل أن تتحدث عن تلك المرأة العظيمة التي أنجبت هذا الصوت الذهبي للعالم، أمه، التي تتحدث هنا بكل حب وفخر في لقاء مع الزميلة ناهد نجار في الذكرى 65 للقسم العربي الذي أنشئ عام 1938. واليوم ما يشتغل في الBBC، بقى كان يقول لي يما أنا بدي أروح على الBBC وبكرة بوديك السلام على لندن وبتجيني وشي. والحمد لله ربنا فقدنا في ماجد، الحمد لله. ماجد عقد حاله يعني، الله يرحم روحه يمه. دائما في الأخبار، ويوم اني اسمعه ارفع راسي للسماء، اظل سهران الى 12 ابنه. والله كنت اسمع كان يقدم برامج ويقولها علم المساء، وانا كنت يعني زي ما تقولي ماني لا بقرا ولا بكتب. يقول نستودعكم على خير، ويوم يخش الإذاعة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عالم هذا المساء. ونختتم هذه الحلقة بكلمة من كوكب الشرق أم كلثوم خاصت بها الBBC أثناء زيارتها للندن، وكانت نقيبة للفنانين في مصر، وتبدأها بعبارة مواطني الأعزاء. ونلحظ جودة اللغة العربية والإشارة إلى الملك فاروق الأول راعي الفن والفنانين، على حد قول هرم مصر الرابع أم كلثوم التي تهدينا أغنية عن العيد وباقة ورد مهدى إلى الأحباب. مواطني الأعزاء، سيداتي سادتي، هيأت لي محطة الإذاعة البريطانية بمناسبة وجودي في لندن فرصة التحدث إليكم، وإني أقدم لها خالص شكري، فقد أتاحت لي هذه الفرصة السعيدة لأبادلكم التحية راجية لكم أطيب الأماني. وأود أن أذكر لكم لمحة عن بعض ما يبذله الفنانون في مصر، وهم الذين لي شرف رئاسة نقابتهم، فأقول أن النقابة وأعضاءها من الفنانين لا يألون جهدا في سبيل الترفيه عن مواطنين في مصر والبلاد العربية الشقيقة، وأنهم يساهمون بكل ما يستطيعون في أعمال البر والخير. ونحن في كل هذا نستلهم من جلالة مليكنا العزيز فاروق الأول حفظه الله هذه الروح التي غرسها فينا جميعا بتشجيعه وعطفه ورعايته للفن والفنانين. وإلى هنا نأتي إلى ختام جولتنا في ذاكرة إذاعة طاف بكم في ثناياها فؤاد عبد الرازق.